حتى كزمالك ولا هتشتريها. آفة الزمالك الأبدية هي المرقعة، مهما اتغيرت اللعيبة ومهما ضحكلك الحظ. الزمالك بيبدأ مباراة الجونة على ملعب استاد القاهرة بمحمد صبحي في حراسة المرمى قدامه 4-2-3-1. حسام وإسماعيل قلبين دفاع، على يمينهم صلاح مصدق، على شمالهم أحمد فتوح. في نص الملعب دونجا وعبد الله السعيد، على اليمين عبد الحميد معالي، وعلى الشمال آدم قايد، وفي وسطهم ناصر ماهر تحت مهاجم وحيد عدي الدباغ. الحقيقة إن دونجا عمل ماتش هايل، السهل الممتنع، مفيش حزق كتير ومفيش فزلكة كتير، على طول مقرب من عبد الله السعيد، وده مريح عبد الله في الملعب ومريح ناصر ماهر ومريحني أنا شخصيا. بيتحرك بعرض الملعب كله، وده بيسمح لعبد الله وناصر يزيدوا تحت عدي. ناصر ماهر، انت ليه مستكبر تسمع كلام الناس؟ قلتلك الماتش اللي فات طلع الكرة من رجلك وانت راضي عنها لوجه الله. شفت لما سمعت الكلام وشك نور ازاي؟ مع ان شكلك ما كنتش راضي عنها اوي. صلاح مصدق ممتع للعين، كان بيلعب باك ووينج في ظل اختفاء غير مبرر لعبد الحميد معالي، لكن غلطة الشاطر بألف يا مصدق. بس مش غريبة شوية ان العارضة بقت تقف معانا احنا؟ يلا خد الشر وراح. آدم قايد اتحسن كتير، بمجرد ما الكرة بتوصل لحسام عبد المجيد آدم بينزل يستلم عشان يطلع عبد الله وناصر، ولكنه برضه اختفى تماما بعد الدقيقة 60، خصوصا بعد ما اتنقل ناحية اليمين بعد نزول شيكو بنزا في الدقيقة 67 مكان معالي. شيكو مقدرش أقول عليه غير إنه لعيب مزاجي مصحوب بقدر لا بأس بيه من الاستهتار. ما تجيبها على يمينك يا عم. نفسي أفهم يا زمالك ليه لما بيبقى المنافس قدامك مستسلم ما بتدوسش وتزود النتيجة؟ ايه الحنية دي؟ ليه بنستمتع إننا ندخل الفرقة اللي قدامنا في الماتش ونفضل واقفين على طراطيف صوابعنا لآخر ثانية؟ طبعا كان رد فعل طبيعي إن الجونة تمسك عليك كورة في آخر الشوط الأول وتنزل دايسة بنزين في أول الشوط التاني. عمر وعمرو ناصر بينزلوا في الدقيقة 77 مكان مصدق وعدي، تبديل مركز بمركز، وده بيأكد كلامي إن الباك اليمين الكيني مش في حسابات فيريرا. في تبديل شكله هيبقى معتاد وهيقرفنا، بيطلع دونجا وينزل حمدي، بيطلع آدم وينزل إيشو. نفس العلقة هي، بتفضي نص ملعبك بنفسك عشان تسمح للمنافس يجلدك. وبالفعل كان رد الفعل قاسي بعد نزول حمدي بدقايق عشان يسجل الجون هدف التعادل، عشان ببساطة كده مفيش ديفندر. ما كنتش هتخيل ان يجي اليوم اللي اقول فيه ان سبب فقد الزمالك لنقط ان دونجا طلع من الملعب. هنعمل ايه؟ الحقيقة ان الاجابة هي الحاجة الوحيدة اللي بنعرف نعملها، وزي ما طول عمرنا بنعمل، هنشجع الزمالك ونرجع ونقول